السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا كنت السبب الرئيسي في ان جارتي وصاحبه عمري واختي واكتر من اختي كمان ان جوزها يرميها هي وولادها ويتجوز عليها. انا طالعه احكي معاكم المشكله ديت عشان بصراحه انا مش لاقيه حل بعد اللي انا عملته واللي اتسببت فيه. فمش عارفه اعمل ايه بصراحه، فقلت احكي لكم تكتبوا لي كده في الكومنتات على حل عشان اطلع من المشكله دي، لان انا حاسه بقهره كبيره. بتبتدي الحكاية من زمان جدا لما كنا صغيرين وطلعنا لقينا نفسنا أكتر من بنت ساكنين في شارع واحد، جيران نعتبر في سن واحد. وكان فيه شاب، يعني عايزة أقول لكم تجتمع فيه كل مواصفات الجمال والوسامة والغنى والأهل والسمعة الطيبة. الشاب دوت هو طبعا دلوقتي يعني ما شاء الله بقى شاب زي القمر. واحنا صغيرين كان اللي عارفينه عن عيلته يعني ان هم جايين من الصعيد، باباه وامه، وهو وحيد باباه وامه، وبنوا بيت وسطينا كجيران. يعني البيت ده طبعا حاجة فخمة جدا بجنينة ببوابة كبيرة، عاملينه عبارة عن دورين. الدور الأول دوت حاجة يعني فخمة، والدور التاني ده متساب لحد ما الولد ده يكبر عشان يتجوز فيه. فاتزرع جوانا كلنا من اهالينا واللي احنا بنسمعه عنهم ان هم لما يكبر الولد دوت هيدوروا له على عروسة مناسبة ليه. الغرابة بقى ان احنا كبنات كل البنات الشارع كانوا هيموتوا على الولد ده. لما بقى بدأنا نكبر يعني ونفهم يعني ايه ارتباط، ويعني ايه ان احنا نتجوز، ويعني ايه ان ما حدش لاقي جواز، وان الولد ده فرصة لان بيجتمع فيه كل المواصفات الجمال زي ما قلت لكم والوسامة. يعني الراجل ما بيهمش جماله، بس اهم حاجة طبعا غير الوسامة والتدين والاصل الطيب كمان ان هو كان غني. فكل البنات كانوا بيحكوا على طول والامهات ان ربنا ايه يكرمهم وان الولد ده يعجب بواحده من البنات دي. انا بالنسبه لي يعني كان اخر حاجه افكر فيها ان ارتبط بيه، يعني مش في دماغي اصلا. انا شايفاه كويس وكل حاجه، بس عمري ما فكرت فيه ان هو يكون زوج ليا. نسيت اقول لكم ان الناس دول عندهم بابا عنده سلسله سوبر ماركت في المكان اللي احنا ساكنين فيه، كذا سوبر ماركت، يعني هما مبسوطين ماديا. كبرنا زي ما قلت لكم واحنا متربيين ان الولد ده يوم ما هيتجوز واحدة تكون مامته راضية عنها في شكلها وجمالها وادبها. فلما يكون في اي مناسبة نجاح ولا اي مناسبة بينا كجيران، تلاقوا تملي ايه الامهات عمالة تقول للبنات ظبطوا نفسكم عشان ام احمد دي لما تشوفكم ممكن تعجب بيكم. لا ظبطوا اللبس، لا تلاقيهم مثلا ايه بيستعرضهم ادابهم وخفة دمهم. مثلا لو في عيد او مناسبة حد عامل كحك عامل حاجة فيبعتوا لها ان هم اللي عاملين الكلام ده. انا ماما حاولت معايا تعمل الكلام ده لكن انا كنت رافضة تماما ان انا اعمل كده، لان انا مش حاسة ان دي طريقة جواز صح، ومش حاسه ان انا اقدر ارتبط بيه طالما هم فكرهم كده ان هو هينقي احسن واحده وهينقي ايه زي البضاعه. ما قبلتش خالص الموضوع ده لغايه في يعني ما شاء الله هو دخل كليه محترمه جدا وتخرج منها، وبدأنا نحس ان زي مامته بتدور له على عروسة. يعني بدأنا نحس ان هما اوقات بيلبسوا مثلا ويتشيكوا وبينزلوا ويركبوا العربية حاسين ان هما عندهم مناسبة، او هو بيروح يشوف حد او يشوف عروسة. الولد قمة في الاخلاق، لغاية ما فجأة يوم من الايام لقينا الدور اللي فوق اللي عنده دوت بيشطبوه. يعني هو كان مبني بس مش متشطب، فوجئنا ان هم عمالين يشطبوه ويبيضوا فيه. فاحنا عرفنا خلاص ان هو الموعد المنتظر ان الشاب الوسيم ده يتجوز. بعديها بالظبط بفترة قليلة جدا لقينا ان العيلة دي اختفت
احمد ومامته وباباه اختفوا خالص من غير ما حد يقول هم راحوا فين ولا جايين منين. اختفوا مدة حلوة كده زي شهر، وده مش من الطبيعي بالنسبة لهم، لان هم زي ما قلت لكم عندهم سلسلة سوبر ماركت، فيعني في شغل وإدارة وحاجة كبيرة يعني عندنا هنا، فازاي هم يختفوا كده. فوجئنا بعديها ان هم داخلين الشارع وراكبين عربيات، وفي يعني زي زفة كده. الله، زفة ازاي؟ ببص، وطبعا كلنا جرينا على البلكونات نبص، لقينا هي عربيتهم وفي كذا عربية جاية وراهم وزفة زي ما احنا توقعنا. بس اللي نازل من العربيات أحمد، ومعاه بنت لابسة فستان فرح أبيض وطرحة ونازلة وطالعة البيت عندهم وداخلين، ومامته عمالة تزرع. دي كانت صدمة لكل الموجودين حوالينا، يعني صدمة البنات اللي دخلت تعيط والأمهات اللي اتقهروا. انا بالنسبه لي كان عادي جدا، واتمنيت ان ربنا يكرمهم وي... ويسعدهم ويرزقوا ربنا بالذريه الصالحه وخلاص. يعني انا مش حاطه في دماغي ان انا ارتبط بيه او اتجوزه، فبالنسبه لي الموضوع عادي. البنات بقى والامهات كان الحديث اللي داير بعديها ان هم عايزين يروحوا يباركوا عشان يشوفوا مين البنت دي. وغالبا يعني كلنا فكرنا وطلع تفكيرنا صح ان البنت دي جايه من الصعيد، وهي فعلا طلعت جايه من الصعيد، وهم نقوها من الصعيد. وطبعا الموضوع ده قهر كل الناس، يعني ايه بنت صعيدية جاية من الصعيد تاخد احمد اللي هم كانوا منمرين عليه؟ ده ما فيش حتى بنت اخدها من الشارع، مش لازم يعني تبقى من المنطقة حوالين، لكن الشارع يعني، والبنات يعني كلهم كانوا مناسبين. لغايه ما قرروا ان هم يروحوا الستات كلها تروح تبارك عشان يعرفوا قرار البنت دي وهو جايبها منين. لان هم طبعا يعني الغريبه بقى الناس اللي طمعانه في احمد ده وفلوسه وبيته وسمعته واصله الطيب، كان عندهم برضو استعداد ان هو احمد ليه جوازه تانية وتالتة ورابعه. عايزه اقول لكم يعني هم هيتهبلوا من امكانيات الولد. فراحوا عشان يباركوا وعشان يشوفوا وعشان يطلعوا القطط الفطسانه في البنت ديت. وقعدوا على القرار فعلا، واللي انا عرفته من خلال كلامهم بعد ما باركوا ان البنت ديت بنت يتيمه، يتيمه الاب والام، وان هي حتى تعليمها تعليم متوسط واقل من المتوسط. باباها ومامتها يعني ماتوا زمان، يعني البيت اتحرق بيهم، وهي كانت موجودة عند جدتها وربنا يعني نجاها، فقعدت عند جدتها وفضلت متربية عند جدتها. وجدتها يعني ظروفها المادية تعبانة خالص، وجدتها ضريرة مش بتشوف. فلما راحوا الصعيد عشان يسألوا عن حد ابن حلال فلقوا البنت ديت. البنت طبعا مش على قدر من الجمال خالص، بسيطة جدا، مفيش أي نوع من الجمال. ظروفها المادية بسيطة جدا، تعليمها بسيط جدا، خجولة جدا. ده الكلام اللي هم قالوه أو الوصف اللي عرفوه من خلال أم أحمد لما راحوا وشافوا البنت بنفسهم. وشافوا كمان إن البنت أصلا ما حضرتش أي حاجة ولا جايبة أي شوار ولا جايبة أي حاجة تبعها، وإن أحمد أخدها كده زي ما تقولوا بشنطة هدومها أو أقل من شنطة هدومها. طبعا هم اتقهروا واتحسروا على اللي حصل ده، ومش مصدقين نفسهم ازاي ان هم في الاخر يطلع صدمتهم في ان هو ياخد واحدة اقل من ان هي يتقال هي بسيطة. انا يعني الموضوع دوت قلت اكيد ربنا كرمهم وكرم البنت ديت ان هي تتجوز احمد. اكيد البنت ديت عندها حاجة في حياتها خلى ربنا يكرمها، ربنا كرمها في ان هي اتجوزت واحد زي احمد، ان محدش طايل يتجوزه. انا بقى ما شغلش بالي بقى ان هي البنت متوسطة الجمال او اقل كمان من المتوسط، ولا تعليمها ولا فقرها. انا اللي شغل بالي اعرف ان هي اختارها ازاي، وهو وافق عليها ولا كان مجبر. فانا يعني رحت في سكة تانية خالص، وقررت ان انا اروح اتعرف على البنوتة دي واصاحبها بجد بصراحة يعني. وحصل اخدت هدية حلوة كده وعديت على طنط ام احمد وسلمت عليها وقلت لها انا طالعه ابارك للعروسه. طلعت فعلا وخبطت عليها ودخلت بالهديه دي، لقيتها انسانه طيبه جدا ولذيذه جدا
ومحترمة جدا، مش على قدر من الجمال ولا الغنى ولا طريقة الكلام، ولا بتعرف يعني مش لابقة في الكلام وكده، مكسوفة جدا. بس عرفت ان ربنا اكرمها بيه عشان هي عاشت حياة صعبة جدا. وحكت لي بقى ان هي ما كانتش في دماغها خالص ان هي تسافر القاهرة، ولا تتجوز في القاهرة ولا حاجة، وان هي كان ابسط حلمها ان هي تتجوز واحد ويكون معقول، ظروفه زي ظروفها وخلاص. بس لما جاء اهل احمد وقعدوا يسألوا على البنات، وقالوا البنات اللي في الصعيد عندهم يعني في المحافظة بتاعتهم. ففي ناس اقترحت اقتراحات كتيرة، بتقول انا فوجئت ان احمد لما جه شافني هو اختارني من ضمن يعني من ضمن كذا بنت، هو اللي اختارني انا. يعني قالوا له في بنت مثلا خريجة كلية كذا واهلها كذا وابوها كذا وامها كذا، وبنت كذا 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 كذا، وفي الاخر قالوا اسمي من ضمن الاقتراحات عشان يختارني، والغرابة ان هو اللي اختارني. انا سالتها بقى طب ايه الدنيا معاكي، احمد عامل معاكي ايه؟ يعني انا برضو شايفه ان مش كتير عليها، بس ده نصيبها يعني نصيب ربنا، وده من ضمن عوض ربنا الجميل عليها. قالت لي لا والله، هو بيعاملني معامله جدا حلوه وبيحبني، وانا حاسه ان هو مهتم بيا، وانا فرحانه جدا للحياه اللي ربنا كرمني بيها. انا يعني كان ابسط احلامي ان انا اتجوز واحد يكون جنب ستي يعني، واعيش معاه في المحافظة اللي احنا فيها، يعني في الصعيد في الصعيد. وقعدت تقول لي بقى على ان هي حلمها اتحقق فوق ما تتخيل، وبتحكي لي على ان هي مبسوطة قد ايه، واحمد كمان سعيد معاها قد ايه. وهي يعني قلبها اتفتح لي طبعا، وعطيتها رقم تليفوني وقلت لها كلميني انت لوحدك هنا في القاهرة، ولو حبيتي تكلميني في اي حاجة انا معاكي. عايزه اقول لكم ان هي بقت صاحبتي جدا، وبقيت اعز اصحابي واغلى من اختي. انا ما عنديش اخوات، بس هي اغلى من اختي فعلا. احنا قعدنا اكتر من 5 سنين مع بعض، علاقة طيبة جميلة، نخرج مع بعض، اشتري لها نشتري معاها لبس. هي طبعا عايزة اقول لكم كلمة ميح ان هي تعرف اي حاجة في الموضة في الميك اب، لا مفيش. انا حاولت ان انا اساعدها على قد ما اقدر، وكنت صاحبتها وسرها وقولها، وكانت حياتها جميلة جدا. واحمد كان معاها كويس جدا، وربنا اكرمها وخلفت و... والدنيا كانت مظبوطة معاها جدا خالص لآخر وقت، لغاية ما يعني بنتها دخلت كي جي 1، وبدأت بعد كده بتقول لي انا امكانياتي التعليمية ضعيفة جدا، فانا مش هعرف اذاكر لها. وهي داخلة طبعا مدارس انترناشونال وحاجة جامدة، فشوفي لي حل ان احنا نشوف لها مدرسة تذاكر معاها. فانا كان عندي صاحبتي وزميلتي برضو، ويعني صاحبتي قوي برضو، فعرضت عليها ان هي تروح مش كمدرسة، كأن هي واحدة بتذاكر معاها بدل مامتها، لان مامتها في التعليم او قدراتها ما تعرفش تذاكر لها طبعا، وهي مدرسة انترناشونال. فصاحبتي بتقول لي هي مين دي؟ قلت لها دي والله فاكره احمد اللي حكيت لك عليه ان البنات هتموت نفسها عليه. قالت لي احمد؟ ما انا عارفاه، احمد ابو عيون خضرة، مش كنت باجي عندك في البلكونه واقعد اتنح له واقول يا رب يكون من نصيبي؟ قلت لها والله حكايته كذا كذا كذا، وظروفه كذا، وربنا كرمه واتجوزه وخلفه، وبنتهم بنوته صغيره دخلت كيجي، وهي عايزه تبدا معاها الدروس، بحيث ان هي ايه مش درس ده، انت واحده بتذاكر لها عشان قدراتها التعليميه وكده. قالت لي خلاص تمام. وصاحبتي دي يعني ايه، عايزه اقول لكم احنا ايه يعني ايه، بدأ سننا يعدي سن ال30، يعني يعني ايه لسه ما فيش النصيب جالها ولا حاجه. وبعتها فعلا هناك. المشكله بقى في صاحبتي ان هي عينها كانت على احمد، فلما دخلت البيت كانت بتتكلم مع البنت الصغيره بالانجليزي، وتملي كانت بتحسس الام ان هي مش هتعرف تعمل حاجه من غيرها. وفعلا نجحت ان هي تسيطر على البنت خالص وبتتكلم معاها. وفي بعض الاحيان قالت لها انا عايزه اشوف باباها
شوفي لي مواعيد باباها ايه، عشان في حاجات عايزه اتكلم معاه فيها، ان هو يراجعها لها في الاوقات اللي انا مش موجوده معاها، او لو البنت سالته على حاجه معينه هيكون باباها معاه عشان البنت ما تتعطلش في الدراسه. فقالت لها هو مواعيده مختلفة، هي يعني بتتكلم بتلقائية يعني، مواعيده مختلفة وكده. فقالت لها خلاص اديني رقمه وانا هتواصل معاه في حتة ان انا اعرفه شوية حاجات، عشان لما البنت تحتاس في حاجة انا اتواصل معاه. واتاري بقى صاحبتي اتواصلت معاه وكلمته ونشأ ما بينهم آه، صداقة. الله اعلم كانت ابعادها ايه، الله اعلم هما كانوا بيتكلموا في ايه مع بعض. الموضوع ده انا سايباه وعايشه حياتي عادي، والبنت دخلت كي جي 1 وخلصت كي جي 1 ودخلت على كي جي 2، وهم اتاري فاتحين خط مع بعض تليفون في كلام مش ما بقاش بقى موضوع البنت. واللي عرفته بقى بالصدفة ان جارتي وحبيبتي واختي وصاحبتي اللي هي عشرة عمري وانا بحبها جدا، وكنت دايما بنصحها واقول لها خلي بالك من نفسك، ان هي قالت لي ان جوزها بقاله فترة متغير، احمد بقاله فترة متغير معاها وبيعاملها معاملة وحشة جدا، ومش طايق يشوف خلقتها وكارهها، حتى بنته كارهها. فانا استغربت يعني هو ليه ايه اللي حصل، ايه الجديد؟ صاحبتي ديت كمان المدرسة اللي انا بعتها ملهاش وجود على الساحة، ما بتكلمنيش، مش فاضية خالص. فكنت يعني عادي بتكلم معاها بقول لها ايه الاخبار عندك، عامله ايه، دنيتك عامله ايه؟ راحت ضحكه غريبه كده، يعني ضحكه يعني فيها انتصار، ما اعرفش انتصار لايه. قالت لي بصي انا هقول لك على حاجه، انا دلوقتي خلاص يعني رسميا اعتبر متجوزه احمد، واحمد ما يقدرش يستغنى عني وانا كل حياته، وقريب هاجي اقعد مكان آه، ام البنت، وطبعا ذكرت اسم البنت، الصعيديه الغلبانه اللي قاعده عندك دي، وانا هكون الكل في الكل، او هخلف له ولد، وانا اللي هكون مسيطره على البيت ده كله، وانا اللي في الاخر هكون فزت باحمد، مش زيك يا خايبه ولا زي البنات الجيران اللي كانوا بيموتوا على ضفره ومعرفوش يوصلوا له ازاي، انا اللي عرفت اوصل له في الاخر. انا طبعا كانت صدمه بالنسبه لي، ايه ده، ايه ده، ازاي، ايه الجبروت ده؟ لا ومصممه ان هي ايه هتمشيها من البيت، بتقولك انا اللي هرجعها الصعيد تاني ببنتها، وانا اللي هاخد المكان بتاعها وهغير كل اللي عاملاه في الشقه والديكورات الصعيدي اللي حطاها. انا يعني عايزه اقول لكم يا جماعه انا لغايه دلوقتي في ذهول من اللي هي عملته. ايه اللي عملته ده؟ ايه الجبروت ده؟ يعني كمان مش سرقت جوزها ولا خطفته واتجوزته، لا ده عايزاه يطلقها ويرجعها الصعيد ببنتها، وهي عارفة ظروفها جدا، ان هي غلبانة جدا وفقيرة جدا وما عندهاش حاجة في الصعيد، ولا عندها اهل ولا عندها بيت تقعد فيه. كان بيت جدتها كده حاجة مبنية كده بالطين حاجة كده زي قديمة جدا متهالكة جدا، والله أعلم بعد العمر ده هي ليها وجود، طبعا جدتها ماتت من زمان. ف يعني انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. جارتي بتقول لي خلاص الحياه شبه مستحيله، لان هو بدا يقول لها انا خلاص مش عايزك، انا مش عايزك في البيت. بتقول لي مامته مش قادره عليه ولا بابا قادر عليه، بيقول لها انا زهقت منك وزهقت من بنتك دي، بقى يقول لها دي بنتك، وعايز كل شويه تقول لي بيهددني ان هو هيروحني الصعيد، هيديني فلوس ويروحني. اتغير خالص، ده مش احمد الشهم الجميل الحنين الطيب اللي كان بيحبني. والتانية بتقول لي كل ما اكلمها واقول لها ابعدي عنه تقول لي ابعد عنه ازاي، ده بقى جوزي، خلاص انا بقيت مراته رسمي، وانا خلاص قريب هاجي، وانا بظبط شوية حاجات عشان اجي اظبط الديكور، وهو بس بديله فرصة ان هو يروحها. طب احمد اتقلب كده ازاي؟ يعني استغفر الله العظيم، عايزه اقول لو سحرله ما كانتش عملت فيه كده. يعني هي عملت فيه كده ازاي؟ هي قلبته ازاي؟ ازاي الراجل يتقلب كده؟ انا عايزه انا اتكلم معاكم النهارده عشان انا مش لاقيه حل، انا مش عارفه اعمل ايه. انا مش عارفه ارجع احمد لمراته تاني، ولا عايزه ولا عارفه اخلي صاحبتي ترجع عن اللي هي بتعمله. دي خلاص يعني رسمي، خلاص خربت بيته وقعدت مكان مراته،
وبتخطط لمستقبلها وازاي هي هتخلف ولد او هتخلف بقى اللي تخلفه وخلاص. فانا دلوقتي متحطمة، انا اللي متحطمة اكتر من جارتي. متحطمة لان انا اللي عرفت احمد ده بصاحبتي وانا مش عارفة اعمل ايه. انا مش عارفة اعمل ايه. انا طلعت النهاردة عشان اكلمكم. انا حزينة جدا على اللي حصل ومش عارفة اعمل ايه. قولولي ساعدوني ان انا الاقي حل. طب اعمل ايه؟ حتى اهله امه وابوه اللي كانوا تملي مسيطرين عليه وهم اللي بينقوا له وهم اللي بيعملوا له كل حاجه في حياته، دلوقتي خلاص خلاص هو كبر، ما حدش هيعرف ينقي له حاجه. صاحبتي مسيطره عليه بطريقه جامده جدا، مسيطره على مخه. مش عارفه هو حبها ازاي، مش عارفه هي وقعته كده ازاي، مش عارفة كرهته في مراته ازاي. حتى مش عايزة مراته تكون موجودة. هو طبعا مبسوط لدرجة ان هو ممكن يبني دور تاني لمراته التانية اللي هي صاحبتي دي. وهي صاحبتي ايه؟ انا مش قادرة اقول عليها صاحبتي كمان. لا يمكن اكون مصاحبة واحدة بالجهد ده. ان هو ممكن كمان يبني لها بيت لا، دي هي مصممة تقعد في شقتها ومصممة ان هي تطلقها ومصممة ان هي ترجعها الصعيد تاني. ده لو كان في بينها وبين طار ما كانش عملت كده. يعني لو كان في كره ما كانش عمل كده، رغم ان هي البنت غلبانه جدا. انا دلوقتي حاسه ان انا اتسببت في دمار البيت ده وخرابه، وفي نفس الوقت مش لاقيه حل. بصراحه مش لاقيه حل. انا ما بنامش الليل عشان عايزه اشوف حل للمصيبه اللي وقعت فيها واحده زي اختي.